ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ متابعين بسمة الحلوين. انا النهارده في عميله رنت عليا وقالت لي عايزه اعمل فطير بس هبعتلك السمنه بتاعتي. قلت لها تمام ماشي. فبعتلي زبده، قالت لي سيحها انت عشان انا ما سيحتهاش وكده. قلت لها حاضر. زبده جاموسي وعشان عايزه افطر بسمنه بلدي. قلت لها تمام. طبعا انا مسيحه معاكم الزبده على القناه قبل كده وشايفين شكلها كانت عامله ازاي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الزبده دي انا مش عارفه هي زبده مزارع، هي زبده ايه، هي جايبه الكيلو ب 200 جنيه على فكره. يعني انا الزبده اللي كانت عندي كنت ببيعها الكيلو ب 175، هي شاريه دي كيلو ب 200 جنيه. سيحتها زي ما بسيح الزبده كل مره، طلعت لي بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، حرف الحله زي ما انتوا شايفينها وسمره كده. انا مش عارفه ده من ايه، فانا قلت برضه هصفيها معاكم. ومع العلم يا جماعه ريحه السمنه كانت استغفر الله العظيم يا رب، ريحتها زفر ومقرفه جدا. مش سمنه زي السمنه البلدي اللي احنا بنشموها على طول في بيوتنا واحنا بنسيحها بتبقى قلب البيت. انا هسيحها معاكم واصفيها معاكم اهو. بصوا باي منظر يرضي ربنا لما واحده تبيع كيلو زبده ب 200 جنيه ومعش زبده اصلا، ده يرضي ربنا؟ دي المفروض ان هي تبقى المرتة، يعني فين المرتة اللي فيها؟ بالله عليكم ده منظر يرضي ربنا؟ والله العظيم ما قادره اقول لكم. شايفين منظر السمنه؟ عليا النعمه بنعمه ربنا انا اشتغل في الفطير بسمنه روابي واكله احسن من دي 1000 مره. ولا ليها ريحه سمنه بلدي ولا اي حاجه، ولا فيها مرته تلاقيها تاكليها، مفيش. ما حاجات محروقه، معرفش هو ده دقيق ولا ايه. في ناس كتير بتلم الزبده بدقيق ذره عشان توزن، فما يرضيش ربنا والله العظيم المنظر ده. والله العظيم ما يرضي ربنا. اتقي الله عشان ربنا يبارك لكم في المؤاخذه في حته البهيمه اللي انتوا بتاكلوها، ويبارك لكم في اولادكم في الفلوس اللي انتوا بتاخدوها من الناس. اتقوا ربنا والله العظيم، ده حرام 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 حرام. يعني ليه؟ يعني ليه الواحده ما تتقيش ربنا وتبيع حاجه بما يرضي الله؟ يعني على ده بتاعت المزارع متهيألي انضف من دي، يعني بتاعت المزارع انضف من دي. دي ازاي بتقول سمنه جاموسي فلاحي؟ فانا بوريكم بس، صورت لكم فيديو عشان الناس يا جماعه تعرف بس فرق بين السمنه البلدي بين الحاجه المضروبه. عشان لما اقول لكم فطيره سمنه بلدي ب 120 جنيه ما حدش يستغلها والله العظيم. والله العظيم بشتغل بسمنه بلدي نظيفه وصافي ومسيحاها معاكم على القناه وانتوا عارفين. السلام عليكم.